الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. ولسه مكملين معاكم ازاي نخلي حياتنا اجمل مع اميره صابر، مدربه المهارات الحياتيه المعتمده من الجامعه الامريكيه. هنكمل النهارده الحاله الحلوه قوي اللي احنا عايشينها في لغه الجمال. ولغه الجمال هنتكلم فيها عن ازاي نسيب ميراث، انك تبقى عارف انت عايش ليه، ده جمال. انك تبقى شايف النهايه البعيده وتخطط لها من بدري، ده جمال. طيب اقول لك على حكايه حضرتني حالا، بس حكايه تاريخيه عظيمه. القسطنطينيه قبل ما يفتحها المسلمين تاني كان في طفل عايش في السور المقابل للقسطنطينيه اسمه محمد الفاتح. محمد الفاتح من وهو عنده 5 سنين كانت ألعابه عبارة عن إيه؟ شكل أسوار القسطنطينية. أدي الحلم. إزاي كان بيحلم يحصنها؟ كان بيحلم بحاجة واحدة بس. سمع الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام إنه هيبقى خير أجناد الأرض من يفتح القسطنطينية، فقال أنا لها. طفل بس طفل عنده عزيمة. لعبه كانت سور القسطنطينية. وأمهات كتير قوي التاريخ يسخر بيهم، يعني التاريخ الإنساني كله مش الإسلامي بس، عن إنك تشوف ابنك ده عايز تسيب في الدنيا ميراث، مش الفلوس. الناس فاكرة طول النهار إنها بتعجن نفسها علشان كلمة ميراث دي تساوي فلوس وأنا ورثت. أنت ممكن تكون ورثت حاجة عظيمة، إنك تكون ورثت تقدر الجمال في الدنيا، تبقى ورثت إنك كسبت حياتك كلها، إنك تكون ورثت علم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، واحدة منها بس إن ابنك يبقى بيدعي لك. أدي الميراث أهو، حاجة منها علم ينتفع بيه. فميراثك ده مش فلوس أبدا هنسيبه، ده علم، ده حد ربنا حلو قوي، ده أشخاص أثرنا في حياتهم فيفضلوا هم وناس تانيين فاكريننا. افتكر الكلمة دي. عايز تمشي من الدنيا وتمشي بجد بوجودك المادي وتسيب إيه وراك؟ تسيب اسم منور ولا تسيب كتاب؟ بس خليني أقول إنه مش بس الميراث اللي أنا هسيبه، أحلى ما في رحلة الوصول للكنز هي الرحلة نفسها. علشان أسيب ميراث، الجمال عندي في الرحلة اللي هقدر أكون بيها الميراث اللي هسيبه بعد ما أروح. جمال الرحلة ده ميراث. جمال الرحلة ده سابلك جواك شوية حاجات هتفضل معاك مأثرة فيك، وشوية حاجات هتخليك تأثر في شوية ناس تانيين. ما احنا قلنا طول الوقت احنا بنحاول نغير مفهوم الناس عن انهم شايفين الحاجة ازاي. طب ازاي نساعد الناس ان كل واحد فيهم يقول انا هعيش حياة حلوة قوي قوي وهسيب حاجة أحلى من بعدي؟ وانت رزقت الطفل. ده جمال الدنيا كله في انك تفكر انت الميراث ده بقى هتسيبه للدنيا عامل ازاي. وزي ما قلتي جمال الحاجات في الرحلة كلها. تخيلي بقى حد عارف يعمل الاثنين، شايف النهاية وبيسيب ميراث، وعنده الرحلة دي بيعرف يستمتع بكل دقيقة فيه. بمناسبة ان احنا بنتكلم عن اترك ميراثا كشخص او كأمة، قوليلي مثلا اغلب دخل القومي المصري منين؟ السياحة دي اللي هي ايه؟ اللي هي شوية الآثار اللي سابوها ناس من آلاف السنين. ايه الميراث ده؟ بس على فكرة تاني حاجة هي السياحية. أول حاجة قناة السويس. وقناة السويس ايه الميراث ده؟ ايه الناس اللي ماتت علشان تحفر قناة تفضل تأكل أمة بحالها؟ ايه الناس اللي ماتت وسابت هرم عظيم يفضل الزمن يروح ويجي والبشرية هي مش بس هرم بصراحة، هم سابوا تلتين آثار العالم. مثلا اقول لك على حاجة. كنت بزور شارع المعز واستغربت حاجة أميرة مهمة قوي قوي. القفل اللي كان على الباب، قفل الباب كان عليه نقش. ايه الفاشن ده؟ وايه الناس اللي بتفكر ان اللي بعديها هيشوف الجمال؟ قفل الباب اللي هو بيتشال كل شوية ويتحط، اللي هو لا حاجة للكون المزخرف على الإطلاق. اعرف انه حد هيشوف الحاجة اللي انت عاملها وحد هيستفيد بيها. اعملها حلو واعملها بحب قوي وبجمال قوي. هو ده جمال الحياة، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اشكرك يا أميرة، وبكده نكون خلصنا مع أميرة صابر، مدربة المهارات الحياتية المعتمدة من الجامعة الأمريكية، ازاي نخلي حياتنا أجمل. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.